قال إن الحكم على الناس غلط. على فكرة عادي وطبيعي جدًا إن أنتِ تبقي قاعدة مع صاحبتِك أو شُفتِ شخص معيّن بيعمل حاجة وييجي في بالِك أفكار أو حديث نَفْس تجاه الحاجة اللي أنتِ شُفتيها دي. ده طبيعي جدًا، زي ما أنا ما شُفت الكريم ده وقُلت الكريم ده شكله كذا، ده ممكن تكون ريحته كذا وممكن يكون كذا، كل دي أفكار بتيجي في بالي. بس إمتى بقى يبقى أنا فعلًا باحكم على الناس وكمان حرام اللي أنا باعمله ده؟ لو أنا أول حاجة صدّقت الكلام اللي جه في بالي تجاه الشخص ده، تاني حاجة إن أنا رُحت قُلت للشخص ده في وشه أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، أو لو أنا سكِتّ قدّامه ورُحت من وراه قُلت على فكرة فلانة كذا وكذا وكذا، يبقى أنا ساعتها حرام عليّا اللي أنا باعمله. ربنا هيحاسبنا على كلامنا وعلى أفعالنا، بس مش هيحاسبنا على أفكارنا. فلو مهما جه في بالِك من أفكار تجاه أي حد أنتِ شُفتيه، اوعي تشُكّي في نَفْسِك أبدًا وتفتكري إن أنتِ شخص وِحِش، لأ أنتِ طبيعية جدًا، ولكن أنتِ مسؤولة عن أفعالِك ومسؤولة عن أقوالِك، فخلّي بالكم.